السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما ندخل بس على الفيديو كده ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة، ومستنية تعليق منك حلو. هعمل النهاردة معاكم صينية البطاطس دي، وهعمل فراخ ورز بالشعرية والشوربة اهي. تمام. هعمل معاكم ايه؟ صينية البطاطس. جبت هنا صينية، حطيت فيها، جبت بصل بقطعه جوانح كده، وفلفل اللي هو سبايسي، لو عايزة رومي مفيش مشكلة. وعندي فصين توم تمام مفرومين. والبطاطس انا مقطعاها في الطبق اللي هناك ده كده، مقطعاها حلقات. هنا كده انا قطعت الفلفل وقطعت البصل جوانح. تمام كده. هحط بقى ملح وفلفل اسود بس، مش هحط حاجة تاني. هعملها كلها كده ني في ني، بتطلع جميلة جدا. طبعا انا ضربة طماطم في الخلاط. الفيديو بتاع النهاردة سهل كده وبسيط وسريع جدا، يعني يا ريت تشاهدولي للاخر. انا مش مطولة خالص والله في الفيديو. صينية البطاطس دي هتعجبكم جدا، طعمها حلو قوي ومميز، ان شاء الله هتعجبكم. وبعدين سهلة، ما بتاخدش وقت خالص. يعني انا قطعت البصل والفلفل الاخضر، وحطيت عليهم ملح وفلفل اسود، وهنا توم مفروم. هدعك بقى ده كله كده بايدي، وبعدين هحط عليه البطاطس، وهحط الطماطم وعليه حتة سمنة، وخلاص على كده. انا بقى ايه، هحطيها غلوتين الاول على النار من فوق، واكون مشغله الفرن تاخد الغلوتين، واقوم مدخلاها بس على الفرن. هتستوي وهتبقى حلوة جدا كده. خلاص انا قطعت البصل وفلفل اخضر وفصين توم عليهم ملح وفلفل اسود، ودعكت كله مع بعض، وهنزل بالبطاطس. هنا انا نزلت بكميه البطاطس معايا، انا ضاربه طماطم في الخلاط اهي، هنزل بيها كده على طول. هحط بس عليها معلقتين سمنه، وهسيبها على النار تاخد غلوتين، هتشوفوا شكلها. وبعدين هدخلها الفرن، هتشوفوا شكلها في الاخر عامل ازاي. انا هنا بحاول ادخل بقى ايه الطماطم كلها كده جواها، وههز الصينيه شويه عشان كل حتة يبقى وصل لها الطماطم يعني. ممكن ازود لها شوربة وممكن لا يعني. لو مفيش شوربة ممكن مية. طبعا انا مولعة الفراخ تتسلق عادي، هتتسلق في مية سخنة بتغلي. هنزل بالفراخ واحط عليها بصل وطماطم وملح وفلفل اسود وشوية بهارات وحبهان ومستكة وجوز الطيب ورق لورا، بس كده. خلاص هي كده صينية البطاطس اهي معايا اهي، بتاخد غلوتين على النار اهي بتغلي. طبعا في الوقت ده انا مشغله الفرن، هدخلها الفرن على طول، هتشوفوا شكلها بقى بعد ما تطلع. اهو ده شكلها بعد ما طلعت واستوت، بقت جميله جدا، ريحتها تحفه. والرز عملته بالشعريه، والشوربه اهي معايا. وسلقت الفراخ وحمرتها في الزيت عادي جدا على البوتاجاز من فوق. ده شكل الاكل بتاعنا، ان شاء الله يعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.